مين هذا وإيش بيعمل؟ هذا أبو إياد، ستريمر متقاعد وقرر يشتغل في الناس. من وقت رجع للبثوث وهو همه الوحيد يبند أكبر عدد من اللاعبين عشان يصنع فيهم محتوى. أبو إياد محقق في اللعبة، بدخل بتابع اللاعبين اللي مشكوك فيهم لأنهم يا لعيبة جدا يا هاكات. السؤال: هل أبو إياد يملك المقومات اللازمة ليحكم أو يبند هدول اللاعبين؟ الجواب هو لا. هتحكي لي ليش؟ هحكي لك. لأن أبو إياد أيام ما كان يلعب ما عمره وصل لمرحلة احتراف تسمح له يفهم تفكير اللاعب المحترف، وكيف هو بيتعامل مع المواجهات، وكيف بيتحرك، وعلى أي أساس يتحرك، وعلى المعلومات اللي مجمعها من الفريق أو حتى من الأصوات اللي بيسمعها من سماعته. أبو إياد لما كان يلعب كان أقل من عادي. سبب شهرته الأساسي هو حسابه والشحن وتفتيح الباكجات. بيوم وليلة صار يعمل محقق ويقرر إذا هذا هاك أو لا. بس بالواقع كثير مرات غلط. كثير مرات شفنا مقاطع عن لاعبين بيضحكوا على ردة فعل أبو إياد عليهم. وأكبر مثال آخر مشكلة صارت مع دحوم وسبيع، وشلون كبر الموضوع وطريقة ردة فعله في مقطعه والتجاوزات اللي ما لها داعي. يعني جالس أتخيل لو تابع بطولة محترفين كيف بتكون ردة فعله؟ ببندهم كلهم؟ في النهاية ومن وجهة نظري، الشخص إذا ما كان واصل مرحلة احتراف كبيرة ما لازم يحكم على لاعبين محترفين، لأن ببساطة هو ما بفهم تفكيره. كلنا رأيكم في الكلام، والأهم لايكم ومتابعة.